الدنيا مقلوبة، واحنا بقينا في زمن مش خايفين فيه من الموت، لا بقينا خايفين فيه من الحياة. زمن الطفل ما بقاش آمن وهو بيلعب. الأم ما بقتش تقدر تبص يمين أو شمال، لأن في ثانية واحدة ثانية الدنيا بتتشقلب والقلب بتشل والعمر بيتبهدل. النهاردة هتكلم عن بنت مش مجرد اسم، مش مجرد صورة، دي صرخة، دي آية في كتاب الحياة، دي أيسل. ولو الحلقة دي ما قلبتش بيوت وما صحتش ضمير، يبقى البلد دي ماتت قبل أيسل. ايسل طفلة عندها 7 سنين، بريئة، بتضحك، بتلعب، لبست المايو بتاعها، نزلت المية، قالت لمامتها: ماما بصي عليا، شوفيني وانا بعوم. الام قاعدة عينها على بنتها، الدنيا طبيعية، الاطفال بتضحك، الام بتجيب اختها من الحمام. 3 دقايق ويمكن اقل، بس ال3 دقايق دول عملوا تاريخ اسود. نزل ولد، المفروض انه طفل اكبر شوية منها بس في نفس العمر، لكن قلبه مش في نفس السن. شد ايسل، نزل بيها، ضغط عليها، كتم نفسها، سرق العمر. طفلة بتحاول تطلع وطفل بيضغط اكتر، والمية شاهدة والصوت مكتوم والقدر بينزل. ام ايسل طلعت مع ريهام سعيد، كانت قاعدة قدام الكاميرا، لكن في الحقيقة كانت قاعدة قدام قبر بنتها. صوتها مكسور، دموعها مش دموع دموع روح خارجة نصها ولسه عايشة. قالت: بنتي لقيت جسمها كله كدمات، كأن حد كان بيطلع غله فيها. دي بنتي اللي بلبسها في حضني، شفتها متعذبة ليه؟ كانت بتقول: انا سبتها 3 دقايق بس، 3 دقايق ضيعولي عمر. كانت بتمسك صور بنتها وتقول: بنتي كانت طيبة، كانت بتحب الناس، كانت بتخاف تزعل حد. ليه محدش خاف عليها؟ الست دي ما كانتش بتتكلم، دي كانت بتنزف. ايسي كانت بتحلم تبقى دكتورة، تفتح مستشفى مجاني للغلابة زي ما كانت بتقول. كانت بتحب ترسم وتضحك، كانت بتخاف على اختها الصغيرة. شوفوا يا جماعة، في اطفال ربنا بيبعتهم نور وينطفوا بسرعة، والنور ده لما ينطفي الدنيا بتضلم على قلوب ناس كتير. امها كانت بتقول: بحسها بتنده عليا وبسكت، بخاف ارد. تخيلوا في وجع يخليك تخاف من صوت بنتك، لانك عارف انها مش موجودة. الولد اللي عمل كده قانون شايفه حدث. طب حلو، واحنا في بلد الحدث فيها ممكن يعمل مصيبة ويتحاسب كأنه كسر ازاز. الناس تقولك: خلوا طفل صغير. ياخد طفل صغير ولا شيطان صغير؟ مش كل طفل ملاك. في طفل محتاج علاج، في طفل محتاج رقابة، في طفل محتاج يتربى من الأول. الدنيا مقلوبة في بلد الطفل فيها بيقتل والأهل بيبرروا والقانون يكتب ملاحظة. للأمهات وللأبهات، التربية مش هزار، احفظوا الجملة دي كويس. الولد اللي ما يترباش هيخرب مستقبل بنت تانية. للأمهات، ابنك مش راجل البيت، ابنك طفل محتاج يتعلم، محتاج يتعلم يحترم البنت، يحترم الجسم، حدود اللمس، الخط الأحمر، غض البصر. الغضب يتحكم فيه مش يسيطر عليه. الاعتذار مش ضعف، ما ينفعش، مش شتيمة. ابنك لو عنيف وديه المتخصص، لو بيقلد مشاهد غلط امسكي تليفونه، لو بيضرب اخته اقطعي السلوك فورا، لو بيدخل على جسم بنت ده انذار احمر مش هزار. للابهات، ابنك مش هيتربى وهو شايفك بتزعق لامه، بتقلي من الست، بتقول الولد لازم يبقى جامد، بتطبع له التحرش كأنه شقاوة. اتقوا الله في ولادكم. الولد اللي هتسيبوه يتحرك لوحده هيتحول لقنبلة تضرب بنت بريئة في المستقبل. الأديان كلها رافضة ده. لو هنتكلم في الإسلام، النبي قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني الطفل لازم يتربى على الرحمة مش على العنف. وقال برضو: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل أم وكل أب هيتسألوا عن اللي ربوه. في القرآن قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وده يشمل حتى لو اللي أذى طفل زيه. في المسيحية الإنجيل قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، يعني الأطفال لهم قداسة، حق حماية. وقال: من يعصر أحد هؤلاء الصغار فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في البحر. وده أقوى تحذير ضد إيذاء الأطفال، سواء بالقتل أو الاعتداء أو الإهمال أو التربية البايظة. الدينين قالوا حاجة واحدة: الأطفال مش رقم، الأطفال روح. لو لو هبعت رسالة للبلد، فاحنا عايزين قانون جديد للصغيرين، عايزين رقابة على حمامات السباحة، عايزين منقذين، عايزين كاميرات، عاوزين وعي، عاوزين تربية. البلد مش هتنضف من فوق، هتنضف من جوه البيوت. ايسل ماتت، بس احنا مش هنسيب موتها يعدي كده. مش هنقدر نقول قدر وخلاص.
مش هنقول طفل صغير ونعدي، مش هنطبل ولا هنخاف ولا هنجامل. ايسل اللي ماتت بنت واحدة، بس لو سكتنا بكرة يبقوا 10 وبعده 100، واحنا مش هندفن ولادنا بايدينا لحد ما التعليم يتظبط والتربية تتظبط والبيوت تتظبط والضمير يصحى. هنفضل نقول الدنيا مقلوبة ولحد ما تتعدل. احنا صوت ايسل وصوت كل بنت ملهاش صوت. كانت معكم الشيماء توفيق في الدنيا مقلوبة. الله أعلم هتفضل تتقلب لحد امتى. باي.